السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتكلم عن المواد الحافظة بقى عبر التاريخ. فابتدينا بحاجة صغيرة خالص اللي احنا قلنا عليها الملح. الملح بقى مشكلته مشكلة. الملح لما بسأل عليه علشان خاطر اعرف تاريخ الملح من اقدم الحاجات الموجودة على وجه الارض. طب ابتدى الناس تتكلم عنه امتى؟ فقال لي الذكاء الاصطناعي قال لي اللي هو موجود في الصين من سنة 2700 قبل الميلاد، حتى كانوا بيبيعوه بسعر عالي، لدرجة اللي هو كان موجود في مصر برضه في نفس العصور، ولدرجة اللي احنا شفنا الحاجات المخللة. فبسأله بقول له استخدموه مثلا في، قالك في برضه حاجات برضه قديمة تانية زي الجبنة. الجبنة كانوا بيحافظوا عليها بمواد حافظة. بقى ازاي انت ممكن تلاقي جبنة ماشي موجودة من ايه؟ من ايام المصريين والقدماء لحد دلوقتي. يعني انت بتتكلم من الاسرة 19. قالك اقدم جبنة موجودة كانت في الاسرة 19. اقدم جبنة موجودة من الاسرة 19 اللي هي بنتكلم في سنة 2200 قبل الميلاد تقريبا، او 1800 حاجة زي كده. فقلت له من الاسرة 19 ده كده تاريخ بدري خالص. انا عندي شفت انا بعناية جبنة من قبل كده. فين بقى اقدم جبنة موجودة في مصر؟ طلعت الجبنة اقدم جبنة موجودة في مصر ديت موجودة في سقارة في متحف إمنحتب. وانا الكلام ده انا شفته بعناية، كان الكلام ده سنة 2010 مش بعيد. عادي كنا في رحله في قلب سقاره وشفت الكلام ده. فرحت بعت له بقول له انت بتضحك عليا ازاي؟ انت بتقول لي اقدم جبنه موجوده في مصر بتقول لي من اسره 19، وانا بقول لك اللي هي موجوده في متحف إمنحتب، وإمنحتب ده كان في الاسره الثالثه اللي هو بنى ايه؟ هرم سقاره. وإمنحتب ده اللي هو بنى مجموعه زوسر اللي هي ايه؟ الهرم المدرج اللي هو 6 درجات سلم فوق بعض دلوقتي اللي في قلب سقاره، عشان خاطر تبقوا عارفين. فانت بتتكلم من التاريخ اقدم شويتين. ازاي بقى بتقول لي اللي اقدم جبنه موجوده في الوقت ده؟ جبنه قريش. جبنه قريش يا رجاله، وموجوده من ايام الفراعنه، ولسه لو عايز تشوفها بعينيك هتشوفها بعينيك، موجوده في المتحف في سقاره هناك. هي يعني خطوتين من هنا. لو اول مره تسمع المعلومه قول يا رب يهدينا ويهديكم يا رب العالمين. المهم ديت كانت بدايات معرفه الايه؟ الحاجات علشان خاطر تحافظ على الاكل، عشان خاطر تركزوا شويتين. اما بقى بالنسبه للملح فالحلقه اللي جايه هتبقى عن الملح بس بطريقه حلوه شويتين. خلينا بس في شويه الجبنه نخلصهم ونخش على الملح. والجبنه حلوه ومفيده يا حبايبي، كلوا جبنه. انتوا صغيرين كلوا جبنه عشان خاطر تكبروا. المصريين القدماء او الفراعنه كانوا بياكلوا الجبنه، بياكلوا الحليب. خلي بالكم من نفسكم وخلي بالكم من اطفالكم وكلوهم علشان خاطر يبقوا جداد واقوياء. ما تخافوش، ربك كريم. السلام عليكم.